ذا اليوم. الحمد لله الكريم ذي المنن على شغالي بفرود وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على شغالي بفرود وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على شغالي بفرود وسنن. شكرته لأنه قد ساقني لوطن بي نفى ما عقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتغلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم. ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قسي أن أتبعا على الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فدان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم الخير النفوس والرجيم. هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب. وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم. منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين. فخمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك. ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد شرواك. فجدت لليوم بخير منني وقدتني إلى اقتفاء ثنني من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في شرك القناة. وكدت للأمداح والإتراء أزد في التاليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي الشغال بهدى المعلوم. فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع للرسل وببنيه وبناته معا ليشعوا في شريعا أجمعا. يا بر يا غفور يا حليم إني قمر تائب مليم. يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول. يا مالكي يا خالق الأنام أمت هواي قللا منامي. يا خالقي يا كامل الصفات لك سكيت كثرة الآفات. وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي. منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لخيرك الركونا وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيضاء يا من اصطفى. يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد هاهنا غريب. لهب ذاك ولإخواني جميعا سعادة الدارين حقا يا سميع. هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة. هب لي خير القسم في المقادم ولذوي الدين بجاه القاسم. وليكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيم. وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب. وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر. ورقني ترخية قفية ببنته رقية السفية. وقي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بذينبا. وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيامة. وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي قد بجاه فاطمة. صل على أبيهم والآل وصحبه ولسجد سؤالي. وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر. ونجني ربي ولداري هنا وفي قد من الأقدار. ونجني والمسلمين من بلاء والتخ جسماني في قبر بلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا. هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار. وجل حجابا بيننا وبين كل
أذى ولتكفي عنا الحينا يا الله يا نسير يا جليل إني حقير معدم ذليل فلتغنني بك وابني الأرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الزلاح وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير منى واملي يا من على عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي وسني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حدني وحد جميع أهل ذا البلد وجل إلهي مسكني تبابا بسفيا بجاه خير من عبد وسليا عليه أفضل سلام وآله وصحبه ذوي الثلات وكل من خدمني أو زارا فنجي واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة والاستسلاما فكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربيا ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفيهم أذايا يا رب أمين وجل بنائي بناء عافية يجرني إلى خيور سافية وجل بنائي بناء علمي وعمل بسنة وحلمي وجل بنائي بناء الاهتداء ولتكفي عني كيد كل ذي اعتداء ولتكفني الدراج شيطاني وحزبه الباقين في الأوتان ولتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد ولتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبته بالهادي وفيه وأعلني وأعل من يعينني ولتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري واجعل ربي مننا معجلا جالبة لمنن معجلا يا حي يا قيوم كن يا مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونذير ولجميع المسلمين يا بثير وكسرا خيرات هذا البلد ورثه والتفي عن نكدي ولتثبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا عجيب ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وسر ما في الأرض طرا وسما من ظاهر وباطن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قد لنجاة وفلاح ووفقنا لثواب وسلاح ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا تمت وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاه ذا اليوم وجاه من ولد في فرنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا شباي عليه صل أبدا خير صلاة بها نرافق الخيار والثقال وهب لنا أقصى الذي آتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاهه من دعوى والتفع
عنا كذبا ولهوا ولتكفنا الهوى وما لا يعني وبك دأبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاد مهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وقصر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالقفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجذب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه النافع وسليا أزكى ثلاث دافعة عنا وباء من جراد مانع عليه والآل بأفضل سلام وصحبه ومسكني حجة سلام وزك نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطهرا قلبي وزدني حياة وأحيني في طاعة يا ربي وجعل يميني كسحاب في ثقا ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسكن اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المقرب والآل وصحب وشهر رجب جدني بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليا سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هدي في الدارين في تنيعتني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى السحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا رب وما يزوره من ملك فوق السماء وجاء كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناسع وجاء كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ فلتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يعوق يا بديع فلتفرقا بيني وبينه سنيع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لله وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحبيب وأنت حسبي فلا أقيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنادع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحادد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبني سواك فاعم حماية ليكن حفظا حزين عن كل ذي ناب وذفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والقدم هذا الذي مشى إلي بالقدم وشر
وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي دجع وذي قيام وشر من ينفذ في العقود وشر ساحر وذي جهود بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وأقربا وأسودا وعاقدا ونافسا وسارقا وعائنا وساحرا وتارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد سموا فيما علن بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر شاكن البلد وشر كل والد وما ولد ونجني من شر شاكن البلد وشر كل والد وما ولد ولتكفني شر فم وعين وكل من قدرني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل أرسل وكل فاضل وكل قاهر وكل سائل وكل طائر وكل ماشي وكل خامن وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر الناء والحر والبرد وشر الماء وسودني وأيدني أبد وطهر القلب وصحي الجدد وهب لي القيام في الليالي وصوم في النهار بالإكمال وخليني من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وسجل لبي وافتح ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا ولياب حذاخة ونورا وفي سرات يسن المرورا وابني الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تذل يا مالكي دليلي وهذبني وكن قليلي وعلمني من لدنك علما حتى أسير راسقا خدما وكن عيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معاذا وفي مالي لا تذل ملاذا وسبيني قالبا وقلبا ولي ترقية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحزن قدا ولا تذل لي يا حديث حاميا وحافظا وحاجبا وراقيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومدحبا بكل ما ينفعني وبالتقى وبسكا مسالك القلاد ولتكفني عن جملة المعادي وبسكا رب طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لسورا شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آلي وصحبه جميعا ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطايا أجبي توسلي بالمصطفى المنتقب ثم عليه سليا خير ثلاث تقودني إلى ملاقات الهدى ولتخرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم واخرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأخيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في يدي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يقبح ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وابلي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة
والكسوة والعيان والسعادة واسحا أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجيم والتفهم واغفر لهم واجعل يا رب من آدم العباد إنك حدا ونثيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلا واجعل مماتي راحة لي من نثب ومن جوى ومن خرام ووثب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا ونادكا عده كان تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بدعوف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسكا لسبل ابتداع ومسلكا لسبل اتباع ومسلكا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دير العيب وأنه جعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأقدار بالمثبت ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الربيع واغفر لمن أمرهم به جميعا ولجميع من أعانهم على بنائي الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لا لخير ركنا ولتجعلنها ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة سيدك بقلب يخشع وليافي دعاء يسمع مع القناعة بنفس تسمع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين واسبلا كنفس نكابت علي مع جملة أهلي يا سمت واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن سرار الخلق والرذايا والجن والسيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرس والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعل دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرسال والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم واجعل مسكن خروج من ظلم للنور وفي عنه كل من ظلم واجعل دأبا مسكن اتباع لسنة الله مسكن ابتداع واجعل يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللماحثني والتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنا وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا دامنا واجبل الخير من الجهات الست وفيها عن الآفات حني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة الأبد وكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن مثل ذي الرذايا وثم ذاب النار عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والأجانب فليكن حسا ودأبا يا ثمن
تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا على محمد الوسيلة لك وليا بحسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهبني الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعذت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أغذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونحوز بها حسن القادمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.